السلام عليكم، وياكم كادر مركز المهندس. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي WL الشكل الجديد موديل 2023. طبعا السيارة متعرضة الى حادث خلفي ايمن اذا تلاحظوا امامكم، وعلى اثر الحادث قطعة من الرادار الخلفية البلايند سبوت متكسرة، فصاحب السيارة مبدل قطعة مستعملة. اذا تلاحظون حاليا امامكم الاتنشن مال بلايند سبوت مؤشر، ومن ندخل للكودات اللي هي مال سنترال ايداس يقول لي غير رادار مود GLB انكوركت كومبوننت انستولد، والحاله مالته اكتف. طبعا هذا الكود يطلع من صاحب السياره يبدل قطعه رادار مستعمله سواء خلفيه او اماميه او جوانب. باذن رب العالمين راح نعالج هاي المشكله بالبرمجه فقط بدون ان نبدل قطعه جديده من الرادار. تابعوا الفيديو للنهايه. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي جيب جراند شيروكي WL 2023 اللي بلغناكم بانهم تعرض الحادث ومبدلينها قطعة رادار مستعملة، وباقي الاتنشن مال بلايند سبوت مشتغل. بإذن رب العالمين تعالج الأمر. ندخل لكم على الكودات. هاي نرجع نطبع CADM. حاليا يقول لي there are no DTC present for this issue. تحياتي.